رجل سوري ظل يستلم مخصصات SSI لعشرات السنين، ووالدته المستحقة تعيش خارج أمريكا. تم القبض عليه في ميشيغان ديترويت. شو اللي صار؟ SSI اللي هي معونة بتندفع من السوشيال سكيورتي للأشخاص العاجزين أو اللي عندهم مشاكل، لكن بالأصل لازم يكون الشخص مقيم في داخل الولايات المتحدة، وإذا طلع بس ل30 يوم وبعدها لازم تتوقف ولازم تبلغ. اللي صار بهذا الشخص السوري اللي اسمه سامة السكر من ميشيغان ديترويت، كانت والدته تستلم هاي المخصصات وسافرت خارج أمريكا، وهو أخفى معلومات وظل يقدم وثائق أنه هي ما زالت عايشة في هاي البلد لفترة سنوات طويلة. الآن تم القبض عليه وتوجيه التهم، واعترف أنه هو استمر باستلام المخصصات اللي لوالدته مع أنها عايشة برا البلد. الآن هو اعترف قدام القاضي، في حكم طبق عليه، وأيضا أمروه بإعادة مبلغ 190 ألف دولار للحكومة. شو اللي عم بصير؟ اللي عم بصير أول إشي النصب والاحتيال غلط. الشغلة الثانية والمهمة إنه قضايا الاحتيال اللي كانت تصير صارت تنكشف بطرق أسهل علشان استخدام ال AI والكمبيوترات والبلاوي هاي كلياتها، وربط كثير من المؤسسات مع بعضها البعض. فالنصبة اللي عملها هاي بده يرجع المصاري وبده ينسجن ويتبهدل وتنقل قيمته. فيا ريت الكل منا يتعلم إنه النصب والاحتيال يعني عمرها قليل. رياض الوادي معكم من سالبس مزوري. بليز لايك شير كومنت، ولا تنسوا تعملوا لي فولو. تسلموا.